السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا بقى صدور فراخ، طبعا قطعتها بالشكل ده. انتي بتقطعيها الحجم المناسب ليكي. انا طبعا قطعتها قطع كبيره وقطع صغيره. تمام. عايز تعمليها قطع ستريس مفيش مشكله. التتبيله بتاعتنا هنحط الكلام الحلو ده كله في الخلاط. تمام. يعني حتى الثوم هحط بقشره عادي، والليمونه هقسمها 2، بصلايه وفلفل اسود وطماطمايه، وبعدين شويه خل عشان احنا لازم نتبل كويس جدا. بهاراتنا الحلوه ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقه 7 بهارات ورق لورا. المفروض فيه زعتر. تمام، بس انا مش هحطه دلوقتي، انا حطيته لما خلصت التتبيله لاني نسيته اصلا. هنسمي الله، وهنحط بقى اللي هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه المكونات دي كلها ونضربه كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه ليمون، يعني لو عاملين كميه اكبر من دي ضيفي ليمون، يعني ليمون بيخليها جميله جدا. وفي نقطه كمان، يعني لو عندك معلقه زبادي شويه لبن رايب حطيهم برضو، صراحه بتخلي الفراخ تحفه حرفيا. نزلت بقى بكل السائل ده. تمام. انتي لازم تزودي شويه ميه عشان انا محتاجه ال- المكونات دي كلها تغطي البانيه بتاعنا او الستريبس او قطع صدور الفراخ. كنت طبعا نسيت زي ما قلت لكم في البدايه ان انا نسيت الزعتر، فهحطه دلوقتي عادي مفيش مشكله. عايز تعملي التتبيله وتخليها تحت في التلاجة من تحت، يعني من بالليل، وتستخدميها تاني يوم بيكون افضل جدا والطعم بيبقى فوق الرائع. تمام. تقدري تشويه او تعملي بانيه. برضو مفيش مشكلة. بتعمل بطرق كتيرة جدا، انا معتمدة الوصفة بتاعتي. طبعا ده الخليط بتاعنا. انا مش بشتري فيجيتار ولا حاجة. انا بعمل ايه؟ انا بجيب كوباية دقيق وعليها معلقة كبيرة من النشا وبقلبهم كويس جدا. تمام. وبعدين التتبيله ديت لازم تقعد في قطع الفراخ بتاعتنا مش اقل من 6 ساعات عشان تتدبل كويس جدا. هنجيب بقى الزيت بتاعنا بعد ما غلفتها بالشكل ده. يدوب بس هدفيه وبعدين انزل بيها. تمام. وشايفين ما شاء الله النتيجة عاملة ازاي؟ مبهرة حرفيا، والطعم جبار. يعني ما شاء الله، كل ما شربت التتبيلة كل ما هتكون افضل بالنسبة لك، مش هتحتاجي تحطي حاجة في الدقيق و... وهتبقى تحفة. مش هتشتري بعد كده فيجيتار من بره خالص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تحفة. اهم حاجة بس تصفيها كويس جدا علشان القشرة الخارجية لو ما صفيتيهاش هتفصل معاكي. تمام. الحركة ديت بتفرق بجد، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. عملت بقى مكرونة اسباجيتي، الولاد طبعا بيحبوها لا غنى عنها. ممكن تعملي رز اصفر عادي، وممكن تعملي رز بسمتي برضو مفيش مشكلة. ممكن تعمليها باي طريقة انتي بتحبيها. وطبعا انا كنت جهزت الغدا بالشكل ده وعملت بطاطس محمرة و... وزيتون، وبألف هنا وشفا. اكل خفيفة ظريفة، اهم حاجة تعمليها صح. وعايزة اقول لكم ان البهارات بتاعت البطاطس بتاعت كنور دي تحفة حرفيا. انا كنت ضد صراحة الحاجات دي كلها، بس لما دقتها بقت تحفة يعني. اللهم بارك يعني. اتمنى تدعموا القناة وتحطوا اللايك. حطيتوا لايك ولا لسه؟ يلا استودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.